سلام سلام زوينات، كيف الأحوال؟ اليوم غادي نشارك معكم واحد هكايا وجبة عشاء كتجي سهلة من أسهل ما يكون. بسم الله، تبعوا معايا المقادير والطريقة التحضير في نفس الوقت. كما شفتوا معايا هنايا عندي بصلة مقطعة هكايا رقيقة وفلفل أحمر، وهنايا كندير توابل ملح الابزار الخرقوم وشويه ديال الاسكنجبير وشويه ديال الزيت. كندير كلشي فوق النار حتى كيتشحر، يعني حتى كيطيب بدون نقطه ديال الماء، وكنخليه على جنب صافي. من بعد ما كيطيب كنخليه يبرد. هنايا كنجي كنصايب هكايا لاباط. غادي ندير جوج بيضات وغادي ندير نص كاس ديال الزيت، وغادي نخلط مزيان داك البيض مع الزيت كما كتشوفوا معايا هنايا. وغادي ندير معلقه ديال الملح يعني على حسب الذوق، وغادي ندير معلقه ديال الابزار حتى هو على حسب الذوق، ممكن ديروا اقل او لا اكثر على حسب الذوق ديالكم. وصافي هنا عندي كاس كبير، كاس عامر ديال الحليب. غادي نخلط مزيان دوك المقادير، وغادي نزيد هنايا نص كاس ديال الماء، يعني كاس ديال الحليب مع نص كاس ديال الماء. وغادي نزيد هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحل هذا ديال الخبز عفوا. وصافي كما شفتوا معايا هنا غادي نزيد دقيق. بالنسبه للدقيق راني عبرت معكم هنايا بالمعلقه باش هكا يجيكم القوام في بحالي. المهم كما كتشوفوا معايا هنايا درت جوج ومن بعد جوج، يعني 4 المعالق يكونوا كبارين، يعني معلقه تكون معلقه كبيره تكون عامره ديال الدقيق. انا هنايا درت 5. وغادي ندير هنايا 8 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. جربت الفيديو هكا باش ما يجيش طويل لانني صورته في 11 دقيقه، وجربته هكا باش يجي غير واحد 6 دقائق وما ما يجيش ممل كما كنقولوا. كما شفتوا الخليط باقي خاصو الدقيق، هنا زدت باقي 2 معالق يكونوا كبارين. وصافي كنخلط مزيان داك الخليط. كما كتشوفوا معايا كيجي الخليط بحال ما هكا. بالنسبه للدقيق انا استعملت الدقيق اللي كنعجن، يعني ماشي فورس 100% ديال الحلويات، يعني فورس ولكن ماشي فورس ديال هذا ديال 25 كيلو، وراه فورس نيت ولكن ماشي ديال يعني خاص بالحلويات. بالنسبه لهنايا درت طاوه. من الاحسن ديروا الطاوه تكون كبيره وتكون عريضه هكايا باش تجيكم لاباط رقيقه. دهنت هكا بجويه ديال الزيت ورشتها بالدقيق، وكما كتشوفوا كنساويها هكايا بالمعلقه هكا باش تجيني مقاده. وهنايا كما شفتوا راه داك الفلفل مع البصله من بعد ما برد طبيعه الحال خليته حتى نشف من داك الماء، يعني ما درتش ليه الماء نهائيا، طاب غير في الماء ديالو. وصافي كنساوي هنايا فوق من داك لاباط كما كتشوفوا معايا هنايا. وهنايا غادي ندير الطون. انا درت الطون، الا بغيتي ديروا الكفته او الدجاج ديروه مع البصله باش طيب لكم. انا هنا درت الطون، ماشي الطون هذا لوكوس، وهذا كيجي زوين حسن من اللوكوس الاخر. ودرته فوق من لاباط. ودرت الفرماج ديال البيتزا ودرت الزعتر راه طبيعه الحال اللي كتجي يا سلام واحد الريحه. وصافي هنايا درت زيت الزيتون من الفوق، ضروري زيت الزيتون ديال هكا ديروها البيتزا كتجي واعره. كندير كلشي فوق في الفران هكا حتى كطيب. كما شفتوا معايا راه حيدتها ديريكت مباشره. راه كتشوفوا معايا كيفاش كتجي صراحه واعره، وجبه اللي هي سهله جدا. ممكن تسموها هكايا كيش، واحد اللي كيش اللي هو كبير، ممكن تسميوها بيتزا سائله، مهم اللي بغيتو تسميوها، ولكن كتجي روعه روعه جدا. كنتمنى انكم تجربوها. كما شفتوا معايا هنايا كنقطعها هكا راه كتجي زعما كميه اللي هي كبيره. كما قلت لكم ضروري ديروا واحد الطاوه اللي هي هكايا كبيره هكا باش تجيكم لاباط رقيقه. الا درتوا واحد الطاوه اللي هي كتجي رقيقه نقصوا من المقادير هكا باش ما تجيش لكم لاباط هكايا غليظه وتجيش معجنه، فهمتوني كيفاش. صافي كتجي بحال ما هكا. هنايا نسيت الزيتون، عندي الزيتون اسود وحتى الاخضر ولكن نسيت مع الاسف. حتى طابت صافي قلت ماشي مشكل خليها بحال ما هكا، ما اصلا كندير ليها الزيتون. ممكن ديروها اولا ما ديروش، يعني ماشي شي حاجه. وصافي كما كتشوفوا معايا راه غنوريكم كيفاش زعما كتجي، راه كتجي رقيقه وما كتجيش معجنه نهائيا وكطيب. كما كتشوفوا معايا راه كتجي بحال ما هكا. داك الفرماج كيذوب، الطون كلشي راه طايب، الطون اصلا راه طايب. كما كتشوفوا راه سخونه شويه داكشي علاش شديتها بهكا. ومن بعد غادي نحيدو لان بانت ليا شويه كتبرد هكا باش نوريها لكم كيفاش كتجي من التحت. يعني راه كتجي طايبه من التحت وكتجي من الفوق هكايا طايبه، وكتجي واحد المذاق اللي هو زوين. كنتمنى فعلا انكم تجربوا هذه الوصفه اللي هي صراحه الله كتجي واعره.
كما قلت لكم الا بغيتو ديروا هكايا الدجاج يعني الطريفات ديال الدجاج اولا الكفته ديروها مع البصله مع والفلفل هكايا باش طيب لكم وتخليوها تبرد وعاد ديروها فوق من لاباط اولا ديروا كما درت انايا الطون اللي هي كتجي ساهله طبيعه الحال غير كتحلي البوطه وكديريها. كما شفتوا معايا راه كتجي واحد الكميه اللي هي كبيره جدا. انا درتها كندير هكا العشاء درتها العشاء ودشينا منها صراحه الله الحمد لله. وبقات لينا يعني بقات لينا ما كليناهاش كامله لانها كثيره وانا غير انا وراجلي وبنتي صغيره يعني. وعشاء راه كديري كاسكروت مع 6 والعشاء مع 10 ولا 11 راه طبيعه الحال الكرش راه صغيره. المهم هذه هي الوصفه ديالي اللي بارطاجيتها معكم اليوم. كنتمنى فعلا الوصفه نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء وخليوا لي واحد اللايك. باي باي حتى الفيديو جديد ان شاء الله. باي باي.